عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي كي واي. أحداث الفيلم هنا فيلم عريس بنت الوزير، من ضمن الأفلام اللي احنا بندور على حقوق الملكية بتاعتها وحقوق النشر. طبعا أفلام مسروقة، وهو استكمال لفيلم سابق كان بيحلم بيه في فؤاد المهندس، وفعلا حققه. طبعا احنا ما عرفناش ان هو حققه الا دلوقتي. الدولة الشيشانية، وطبعا قصة الحب بقى بتاعت شويكار، طبعا كلكم عارفينها. بس هنا في الفيلم هنا بتحب اتنين بيحبوها، لكنها هتفضل في الاخر فؤاد المهندس. الفيلم ده بيفكرنا برضه في فيلم بتاع رشدي أباظة والسفير وبتاع وكلام من ده. أشباه شبيهة بيه كلها، يعني مش عايز أحرق الفيلم طبعا، لأن الناس كتير بيقولوا بلاش تحرق الفيلم كله. فهتشوفوا الفيلم وهيعجبكم. وعايزين نعرف منها الدنيا ماشية ازاي. هل الفيلم مين اللي سرقه، ومين مين المسؤول عن السرقة، ومين اللي بوظ تاريخ السينما كلها، اللي بدأت من سنة 1896 في عصر عباس حلمي. وكان المخرج هنا محمد قويم، اللي أنشأ أول شركة لصناعة الأفلام، وأنتج فيلمين نيكل، فيلم الأزهار الميتة وفيلم شرف البدوي. وتم العرض في الإسكندرية سنة 1918 من إنتاج وتمثيل فوزي منيب. ده كان أول ممثل. بعد كده عمل فيلمين، قبلة في الصحراء وليلى. والبطل كانت هنا عزيزة أمير، ولها قصة كبيرة جدا جدا هنحكيها بعدين. لممثلة أخرى هي اتبنتها وسمتها أميرة أمير. وأول مطرب طبعا احنا عارفين إن هو غنى في التلفزيون كان محمد عبد الوهاب. وأقدم سيدة هي عزيزة أمير، وليست أمينة رزق زي ما كانوا بيفهمونا يعني. بعد الحرب بقى في الستينات والسبعينات حصل حريق استوديو مصر اللي اسفر عن سرقه. انا بسميها سرقه مش حريق، لان الافلام كلها طلعت انها موجوده، هي ما اتحرقتش. الافلام هنا اتجهت لثلاث اتجاهات، بند منهم اللي هو العايم، اللي هو بيتكلم عن الفقر والاشتراكيه زي الايدي الناعمه، وفيلم اداني واشرب بس من بعيد كده زي فيلم ميامار، وفيلم والجزء الثالث هو اللي مثل الواقع بجد، وزي جفة الامطار ورصاصة لا تزال في جيبي، وعلى ما نطلق الرصاص. دول قال الاتجاهات اللي عملوها، يعني اللي اتجهت اليها الافلام في هذا الوقت. ضحكوا علينا كمان وقالوا لنا حاجات كتير قوي قوي قوي، يعني ان مثلا مريم فخر الدين كانت ممثله، اول فيلم تمثله مع عبد الحليم حافظ في الفيلم اللي على الخدود يهاف ده. طبعا ده معلومه خاطئه، من ضمن المعلومات اللي وسخوها علينا غلط. لان هي اساسا بتمثل وهي من زمان جدا، وهي طفله كمان يعني، وهي عيله، بس حظها ان كل افلامها اتمسحت، وبعد كده انتجت افلام كتير جدا جدا لها. وكان يوسف فخر الدين طبعا اخوها، اللي طبعا ليه شهره كبيره جدا من خلال الافلام ديت. لكن كل هذه الافلام للاسف الشديد اتمنع عرضها. ليه؟ ما حدش عارف طبعا الحقيقه فين، ومين اللي عمل العمله السوداء دي طبعا. وجاء الجداوي برضه من ضمن الناس اللي قالوا عليها في فيلم دعاء الكروان ان كانت واخده ملكه جمال، وعشان كده خدوها تمثل. لا طبعا كل ده هكس، واخد بالك. بتمثل من زمان جدا. ولها فيلم زي فيلم الفرسان الثلاثه مع اسماعيل ياسين. شوفوا تخيلوا اسماعيل ياسين صباح بقى طبعا، ولها اقوال مشهوره اللي ما اتجوزتش، رشدي اباظه ما اتجوزتش راجل. سعاد حسني عندها في مرض السودا، المرض الجنسي اللي رخم جدا. كل دي حاجات غلط طبعا. وجت من بعدهم اعتماد خورشيد ايدت الكلام ده في كتابها طبعا عشان تطلع جوزها بريء. وارجو ان يكون الفيلم يعجبكم وتستمتعوا بيه. والى لقاء اخر، وباذن الله نستكمل فيه حديث ومن هو المسؤول عن سرقه الافلام المصريه، اللي بصراحه يعني حاجه تقرف جدا جدا، وعايزين نعرف مين هو الشخص ده. يا مسهل يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين، تامر ابو المعاطي ويوتيوب كواي. السلام عليكم.